أثر علينا البنزين وأثر علينا البازوت وأثرت علينا كل هالمواضيع هاي. يعني نحن أنا بشتغل شوفير، يعني اللي بيطلع أسبوع أسبوعين استفتاحية ما استفتحنا، ما فيش. أول شيء اللي بده يروح، افترض إنه واحد شغله بطرابلس بده يدفع روح رجع بده يدفع مليون ليرة. مليون ليرة، طيب قد ايه ايجار العامل هو؟ أنينة الغاز وصلت $30، وين صرنا احنا؟ أنينة الغاز كان 700,000، هسه مليونين ونكعه، 1,300,000 وصلت و400 من ورا هاي العالم. وبعدين الجبنه غليت، الزعتر غلي، الاوراق هاي الورق اللي كنا ناخذه زي ببلاش كمان غلي، ما عاد في شيء عندنا رخيص. يعني هاي عم بتاثر على الفقير. قلت لك الأنينة كنت اذا بتاعتي البيت او إن بتاعتي المحل يعني كنت تشتغلي فيها تحسيها بركي. بس هلا بالنسبه للغلا وبالنسبه كله يركض ورا الغاز، كله يركض يعني الغلا من ناحيه والغاز من ناحيه، ويعني ما عادت تلبي زي قبل، هي كمان ما عادت تلبي زي قبل. سبحان الله. والله هو بصراحه في غلا بس، ولكن في استغلال اكثر من الغلا هون بنهر البارد. يعني كل استغلال. اللي عنده بيت صار يستغل، اللي عنده محل صار يستغل، اللي عنده محل اسنان كبير صار يستغل. كلها استغلال باستغلال. هن لو بيساعدوا الفقراء، في ناس كثير براس المال لو بيساعدوا هاي العالم فيش فقير بنهر البارد.